هو بالمنطقة الشرقية، وقال لي إن جيت ترى ودي تمر علي. وصار هذا الطريقة ذي يمكن كل شهر ونص أو شهرين يتصل ويسلم ويقول لي ها ما تيسر لك. قبل فترة اتصل علي رجل وسلم وتحفى وانتهى، قال لي يا أبو عبد الله خابرنا الرجال اللي يقول لي كان الحقيقة مغصن بطني. قلت لا يصير توفي الله يستر. قلت الله الله. قال ترى والدي، وترى الوالد يشارف على 90 أو متجاوز 90، لكن بصحة وعافية، وحنا الحمد لله أمورنا طيبة وكذا. تفاجأت الحقيقة قيمة هذا الرجل، وأعطوا الناس منازلهم وقدروا الناس، وقبله يعني من إجلال الله إكرام ذوي الشيبة المسلم. الحقيقة خجلت على نفسي أنا كل هالمقدمة لأنه الآن يتابع، ولذلك أنا أعتذر منه. فمباشرة رتبت وضعي ورحت هناك وقابلت رجل ما شاء الله على قولتهم مخلطته الحياة، وهو حكمة يمشي ما شاء الله، تبى الرجل عاقل وما شاء الله صنعته الحياة. وقال لي السالفة اللي أنا بعطيك إياها بتفاصيله هي لي، لكن ترى اللي حاضرين الشباب تراهم أول مرة يسمعونه، وحبيت أني أذكره ويستفاد منه وتبقى على خصوصية صاحبه. يقول يا أبو عبد الله حنا كنا في أحد المناطق، وقبل ما أذكرها على سريع أنا أوجه رسالة للشباب وللبنات الصغار، صار أغسل عمرا ولا قدرهم عالي. بعض المرات يسمعون سواليف عن كبار السن، في بعض الأحيان لا يتصورون المرحلة اللي مرت عليهم، سواء من جوع سواء من يعني ضيق العيش، مر عليهم شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، والحمد لله اللي بدل الحال بالحال. دائما الشدة مثل ما قال ابن خلدون تولد رجال أشداء، ولذلك ترى الأولين الكبارين خاصة من 80 سنة وطالع يغلب عليهم شوي القسوة، لكن ترى قلوبهم رحيمة بس غصب عليه. يعني سبحان الله العظيم حياته طريقته فيها قسوة. يقول أبوي توفي وأنا عمري بس 6 أو 5، يعني على قولتهم بدأ التمييز. وأمي عاطفية شيء لا يوصف، ولي خوات أكبر من، ولي أخت قريبة من أكبر من تقريبا ما يقارب ب10 سنوات. توفي الوالد، مرض مر عليه، وأنا جان مثل المرض اللي يعني الأولين ما يعرفونه، قد تقول قريبا من السلة وكذا، والأولين كالوقت ما يتطببون. فبعد ما توفي وطلعت الوالدة من الحداد من أول يقولون الأولين نبي هالحريم ذي عورة تسد أو تروح أو أحد بس ياخذه بسبب الجوع والعطش، ليس تقليلا من قيمة المرأة، لكن ما عندهم شيء يغديهم ويعشيهم، أصلا ما فيه إلا وجبة واحدة، فيفرحون أنهم بس يزوجون المرأة. فصار اللي حول أمي يلح عليها في موضوع الزواج. الآن هي تنظر لي وضعه سيء، فأحلاه ما مر. تقدم له واحد يعني هم في منطقة يبي يبعد عنها تقريبا يمكنه على قولتهم 2 ساعتين مشي، الله يعزكم المجلس ومن يسمع على الحمير ولا ما هنا سيارات. فجاء لهم واحد رجل كبير وقال باخذه بس بشرط، وكان بعضهم ما أقول لأنه الخير موجود والنماذج الرائعة موجودة، لكن هي مناسبة ما مر على هذا الرجل. قال شرطي يسمونهم من أول بعضهم الراكوب، هالولد ذا مو بتبعي ولا أشوفه. أختي يقول كبيرة شوي قريبة من خوالي ما عندهم، لكن الولد ما بي ولا يطب علي ولا يقرب أمه، هذا شرطي. يقول أنا وأنا صغير كأني أسمع بعض عبارات أمي يعني تتوجد وتحاول، ولكن كان القرار ما في أصلا اختيار، وقالوا له أبشر، وتم، وأخذ على قولتهم بحميرة وحلته والولد عند أهله خواله ومشوا. يقول أنا متعلق بأمي تعلق غير طبيعي وبي تعب، وحتى قال هذا الرجال نبي نبلشبه بسخنته وتعبه، خلوه يموت عند أهله، ما نبيه شغل، لا يصير عند أمه. يقول أمي ما أنسى يعني تلك اللحظات وهي يركبونه ويأخذون عليه مزودته وأغراضه وحاجيات ما هي بشيء تدركونه جميعا،
ويقول والله إني أشوف يعني دموع أمي، دموع الألم والوداع، شيء فراق يعني. إذا كانت الناقة وتكرم الناس عن التشبيه، لكن حواره بعض يتبعه من وجده اللي يسمونه الخلوج يعني بشكل غير طبيعي، فكيف بالأوادم. راحت أمي، احتضنت أختي وصرت قريبا منها، وقلت له أنا أبي أمي، أبى أشوف أمي، أبى أروح لأمي. فبعد المحاولات قالت أختي أنا ببدأ أروح أنا وأنت، إذا نزل رجله أو زوجه لا دخلت ديره، ممكن أن تحين الفرصة تدخل وتشوفه ونرجع. طبعا يقول لا تسأل عن الكسافة والعذاب والغرابيل والعطش والجوع، بل روح والجية. ترى يا جماعة هذا الأمر حاصل في الجزيرة هذه، وأحمد الله أن بدل الحال بالحال، وأن الله يديم علينا الأمن والإيمان ورغد العيش بالشكر لله عز وجل. يقول رحنا مرة، جينا وفر أمي من يوم راحت وهي طيحة على فراشة، ما هنا فرش ولا هنا، على حاطين إلا صفة، والصفة الغرفة داخل، وتعبانة. دخلت مرة وضمه، يقول ما أنساه شيء لا يوصف. ثم من أختي بس تهايق، يقولون الأولي أو تويت أو تطالع هل هو جاء فلان أو ما جاء، ولا حدر ونزل، أخذتن ورجعنا. شغل نطل يعني، نطلة جيتنا. يقول كانت حتى أمي تغبي لي قطع يبيس تمر آكل هنو. يقول جينا مرتين ويزداد ألم أمي ومرضه وتعبه. يقول وأنا أعلم علم اليقين الآن، يقول أدرك أنه مرض بسبب يعني سحبي عنه بشكل. يقول مرة جينا وجلسنا وشكلنا طورنا على دخلته، يوم شافنا وأنا بطلع أبعد مع قهوة على قولة الأولين، إلا هو الله يعزكم يدفن برجله وأنا تدربه، وقالوا ايش جابها، تلفظ عليه بكلام قاسي. يقول هذا الموقف شافته أمي، وقال تراي إن دخل هالبيت مرة ثانية تراس طالعة من ذمتي لا أشوفه. يقول أخذت أختي وابعدت بي ورجعنا للبيت. جت كان على أول بدايات السيارات أمورنا سيئة، ولا هنا مادة ولا هنا الواحد بس يقولون يروح ملحاق عشان يملى بطنه، ما هنا شيء يعني بس يسد جوعه. يقول راحت هذه أختي اللي مطوع المسجد، من أول مطوع المسجد هو العمدة وهو اللي عقد وهو اللي كل حاجة، فهو القاضي يحسن كل حاجة. وقالت له يا شيخ أخي كذا وهذا وضعه، حنا كبرنا، أغديكم تشوفون له. قال والله شوفوا فلان جايين بيطلعون للكويت، وتراه الراح يمكن ما يجي، ما ندري عن الدنيا وأحواله. الكلام ذا يعني قديم. يقول الأختي أصلا مسلمة أمره، ما لقت شيء يشبعه عشان تشبعنا أنا. قالت له توكل على الله. أخذون وجاء راعي الموتر وقال له هبيك هالوليد ذا يعاونكم، أو مثل الحرف أو أي يعني ملحاق لكم. تعاطف الرجال راعي الموتر، يقول والله أنهم حالتين، انحلت بالموتر وركبت ومشينا للكويت. يقول لا أعلم وين بروح، أمي في جهة وأختي في جهة، وأنا على قولة الأولين بدأ يطلع قلبي وبديت أعرف. رحنا ومسافة الطريق وصرت قريب منه. يقول ما أنسى عبارة راعي الموتر، قال تراك أنت معاون اللي بالسيارة، لكن معاون وغد، الوغد الصغير الولد، تراك معاون وغد. وفعلا يقول بديت بس قلبي مع أمي، خاطري مع أمي، خاطري مع أختي، لكن الحياة وقسوته. رحنا وصلنا الكويت. يوم وصلنا الكويت قال لي راعي الموتر شوف يا ولدي، أنا باخذ لي حمولة وبطلع من بلما الديره اللي نرجع يمه، لكن ترى الديره اللي ترزق به، ورجال بعقوله مهب بجسامه، تراك إن توكلت على الله. يقول كأنه يعطيني نصائح ذهب وأنا عمري صغير. يقول قلت له يا عم اللي تامر به، وقال شوف راعي هكا الدكان أنا عارفه، أبى أخليك تشتغل عامل عنده وترزق الله، أن الله كتب لك تترجع لها لكم، ما كتب الله لك فأنت تبقى عندهم.
يقول رحت يمه وقال له هذا واحد من عيالنا ونبيه يترزق الله. قال له خلاص أجل خلوا يصير حول المحل يصكه ويفتحه ويجيب الغرض فلاني. خلاه يعني عامل لكل حاجة. يقول بديت أشتغل ومشت الأيام ومضت الأيام وجاز له شغلي والحمد لله. يعني يقول ما أنا بمدح نفسي لكن عندي أمانة، وبديت أكتب الخط وأجمع دراهم اللي تجيه وأكتب، فأصبحت أنا عنده مثل الصندوق الورقي أجمع له. يقول واذكر أنه تتسوالي يعني هذه عرضية تتسوالي اختبار هل أنا عندي أمانة وكذا، والحمد لله أثبت جدارتي. ثم مشت الأيام وقال لي يا ولدي ما دام انك ودك ترجع لأهلك والحمد لله أموركم زانت وبلادنا لله الحمد خاصة بعد اكتشاف النفط تغيرت الحال والله يديمه، زانت أمور الناس. فقال سانك ودك فترى أنا بعطيك بضاعة هم يشتغلون في مجال معين وافتح محل وترزق الله، واللي يقصر عليك ارسل لنا اكتب لنا خط ونرسل لك. يعني أصبح مثل الوكيل المصغر. رحت واستقريت بالمنطقة الشرقية. طبعا كل هالمدة ذي ما أعلم لا عن أمي ولا أهلي ولا أي حاجة. يقولوا بديت أشتغل، أخذت لي دكان واستأجرته، ثم حطيت لي بويت صغير استأجرته، ثم زادت الأمور، ثم بدأ يرسل لي، ثم نمت تجارتي، ثم حولت جزء من بداية البيع والشراء بالعقار، فزانت الأمور وتحسنت الحال. ثم أحد العوائل بالمنطقة الشرقية يقول أعجب بي على شبابي وتزوجت من أسر الشرقية الكرام. يقول زانت الأمور وصبرت شوي، لكن خاطري وين؟ مع أمي ومع أختي. أخذت لي موتر ورجعت للديرة اللي هم بها أهلي. يقول يوم وصلت واسأل عن أختي، خاطري لم أختي هذه اللي احتوتها وهذا اللي سببت لي، يعني خواته الكبار كل واحدة راحت بدربة لكن هي القريبة منه. يقول يوم جيت وثرا متزوجة إلا واحد، مزوجة إلا واحد، يعني في عيوب معينة، وجاب الله له منه ذرية لكنه طلقه وحط له بويت لو تقعد بالشارع أبرك له، بيت حوسة. يقول تلمست الوضع وجيت بعد مدة يعني ما يقارب حول 35 سنة. إيه يقول يوم جيت ما صدقت يوم دخلت عليه طالع أبو 6 سنوات وجيت يمه بعد هذا العمر. أي نعم. يقول يوم دخلت عليه وشافة ويعني لا تسأل عن لحظات اللقاء بين الإخوان وكانت مسلمة أمرا أنه لن يعود. يقول أول ما سألت عن أمي قالت أمي ما قعدت بعدك 6 أشهر. يقول انحاست حتى يقول كانت يعني أثناء مرضه يعني خاطره وياك، ومعروف الواحد إذا دخل في لحظة يعني غيبوبة يتذكر ويذكر أسماء. يقول كانت تذكر اسمك. يقول قلت يا خيتي مدام هذا الوضع وانت ما راد الله ولت عيال ورا ما تروحين معي للشرقية ما الحق جزات، أنت احتويتين وانت وديتين وانت أطعمتين. اقتنعت لأنها أصلا هي تعيش على فتات ما تعطى من المحسنين ما عنده شيء. يقول شلته هي والعيال ورحنا للشرقية وسكنت بيت قدامي وحدا عياله تزوج حدا العيال وأموره زانت واستقرت ولا توفيت إلا يعني يقول قرابة 15 سنة وكذا، وعيالنا مستقرين وأمورنا طيبة وحياتي أبشرك مستقرة وهم من يعني الأثرياء المتوسطين. أنا أقول يا جماعة يعني في ظل هذه الحادثة مع تحفظي بعض الجوانب عن القصة لأن له خصوصية الأسر، لكن هذه القصة أنا أقول يا جماعة وهو يتحدث هذا الرجل ما استطاع أنه يمسك نفسه، يعني يقارب 90 سنة. رسالة لكل واحد قد يكتب الله مثلا زوجته تتوفى أو يطلق ثم تذكر له مرة مع ولد ولا بنت ولا مع أبناء. بعضهم سبحان الله العظيم عنده حدة في مسألة إقفال هذا الباب، عنده حدة في مسألة عدم قبول أي وحدة مع عيال. طبعا هو من حقك، ولكن ما أعظم من احتسب في هذا الجانب هالعيال ذولا. هذا الرجل قبل كم سنة ما يقارب من قرن ما نساله
تلك الغلظة والجفاء رحمه الله، حتى يقول إني يا الله يا الله أني أطلع من نفسي أني أحلله عما فعلوا بي وبأمي من قسوة. ولكن أنا أقول لكل واحد متزوج أو يبي يتزوج، بعض المرات تتزوج امرأة ويكون عنده ولد ولا بنت، والله العظيم وبإذن الله إن أحسنت النية واحتسبت الأجر قد يكونون سبب رزق وصلاح وراحة بال وحياة مطمئنة، وأعظم منها ذخر لك في الآخرة. بعض المرات يكون أبوهم متوفى فتدخل في كفالة الأيتام، بعض المرات قد يكون مفسوخ والدهم فتكون أنت الأب الحاني. وما أكثر الحالات اللي سمعناه من بنات وعيال ما يسمون مرت أبوهم إلا أمنا. ومن أسوأ الأمثال اللي دائما قال هذا شغل مرتبو، هذا الكلام غير صحيح، بالعكس يولد فجوة. نعم الغيرة موجودة بين الزوجات، لكن ليش دائما الجانب السلبي يرمى على مرت الأب؟ ما أكثر أمهات أخذن عيال أزواجهن، أو العكس رجل أخذ امرأة عندها ابناء واحتواها فأصبح هو الأب الحاني. هذا الجانب يا جماعة جدا جدا مهم ويجب أن ننتبه له، لأنه كثير من الأمور قد يتزوج عند عيال فيفرق في التعامل بينهم. نعم هم ليسوا أبنائك، لكن من باب العدل والمروءة والرحمة والشفقة والعدالة وقيمنا الإسلامية وقيمنا العربية تتحتم على إنسان أن يكون قلبا رحوما يحتوي ويحتسب. ما هنا جنة بلاش، ما هنا خير بلاش، ما هنا توفيق بلاش. كل حاجة الذين جاهدوا فينا، الواحد يجاهد نفسه، قد تكون أنت زقرت ومقصر بأمور العبادة وكل أمر، ويفتح الله لك احتساب بهالأيتام أو هالبنيات أو هالحريمة فيكونون هم سبب نجاتك. الرسالة الثانية وعلى سريع أنا يعني أوجهها لكل ولي أمر وأم كذلك. أنا أقول يا جماعة العادات والتقاليد والله إنها على العقار، لكن بشرط لا تخالف ديننا. يعني ليس هناك مانع يقول الواحد ترات إن شاء الله الولد عمس، لكن بشرط بسيط أنه يكون هو كفو وهي توافق. أنت أنت يا الأب والأم، مو أنت الزوج، ولا هو أنت اللي تبي تفتح البيت، ولا هو أنت اللي تبي تتحمل مسؤولية. البنت لها رأي، هل أنا أو أنت أو هي أعلم من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا أن تستأذن وتستأمر؟ يعني إحنا لحقنا على شيء ما لحقه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. يعني يا جماعة يجب أن يكون هناك مساحة لرأي البنت، مساحة حقيقية نطبق هدي النبي الحقيقي، ما هي بسواليف، مو بلا تمت الأمور وعطينا وقضينا قلنا ها ترى فلان جات وافقتي وانت خالص موعد وقت العقد. وما أكثر حالات الطلاق والمشاكل والإشكاليات تقع بعد الزواج إذا لم يكن هناك موافقة. لا نفرض الوصاية، أنت يا الأب والأم لكم الرأي بالمشورة وعلى العين والرأس، ولكن لا تفرضون، لأنه هذا حق شرعي كفله الشارع للبنت وللولد أن يختارون بما يتوافق بما يناسبهم من ضوابط شرعية، حتى تكون الحياة هادئة ومطمئنة.